ازيكم؟ يلا بينا نعمل الحواوشي البلدي بطعم جميل جدا ومميز. طريقة سهلة وان شاء الله يطلع معاكم جميل جدا وطري ومظبوط. يلا بقى، ولا الرفاعي ولا اكبر محلات حواوشي هتعملوا زينا. يلا بينا نجيب كيلو لحمة. تمام. كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دسم حوالي 20% او ازيد. هنزل عليهم ببصلتين 3 كبار مفرومين، وهننزل عليهم بفلفل الوان. لو حابين فلفل اخضر بس رومي تمام. انا بحب الالوان كتير فنزلت فلفل اخضر مع الالوان معاهم. ونزلت هنا بحته ليا مبشوره، وعليها معلقه توم كبيره مفرومه تمام، مش مهرمه قوي، معلقه عاديه. هنزل بقى هنا بتوابل: فلفل اسود، كوبيبه صيني، كمون، 7 بهارات وملح. ومكون مختلف شويه بس جربوه عشان طعمه هيفرق وهيبقى جميل قوي: نعناع المجفف. نزلت بيهم، ونزلت هنا بحزمه بقدونس انا غسلاها ومقطعاها صغير خالص. واخده الورق بس، يعتبر الجزء اللي فيه العروق ده برميه. تمام. فواخده الورق بس ومقطعاه قطع صغيره. لو الحزمه كبيره ممكن نقسمها نصين وناخد نص فقط. تمام، ده عشان انا عامله كيلو مفروم. تمام. هنزل بيهم على اللحمه والبصل والمكونات بتاعتي دي، وهقلبهم بالمعلقه لحد ما يتجانسوا بس كده مع بعض. وهنضربهم في الكبه او في الفود بروسيسور لو عندكم. هنضربهم في اي حاجه، المهم ان احنا عايزين نطحنهم ناعم خالص. ولو حابين تستغنوا عن خطوة الفرم، ابتدوا اعجنوا بايديكم كويس خالص لحد ما تبقى كل المكونات متجانسة في بعض. انا هجهز معايا المفرمة، وهطحنهم بس على مرتين عشان ما تكونش الكمية كبيرة وتبوظ لي المفرمة. تمام. فانا هقسمهم على جزئين، لو هتقسمي على 3 ماشي. فانا هقسمهم على جزئين وهبتدي افرمهم. انا بس عشان الفلفل والبقدونس ما يبقاش فيه قطع كبيرة باينة، لكن ممكن تقطعهم قطع صغيرة خالص وتستغنوا عن خطوة الفرم دي. تمام. انا هنا حطيت نص المكونات. وطبعا بتأكد برضو وانا بقلبها بالمعلقة ان انا قلبتها صح، علشان ما يبقاش فيه جزء فيه خضرة اكتر من الجزء التاني، او جزء يبقى فيه اللحمة اكتر. تمام. فمهم جدا نقلبهم كويس بالمعلقة. هاجي بقى هجهزهم في اي حاجة، هبتدي اقلب اللي انا فرمته ده، وهفرم باقي الكمية. تمام. وطبعا خلي نسبة الدسم في اللحمة كتير، عشان الدسم ده بيدي طعم حلو قوي للحواوشي. يعني حوالي 20-30% من اللحمة يكون فيه نسبة دسم. طيب لو أنا عندي اللحمة حمرا خالص هعمل ايه؟ هجيب قطعة بوش وهبشرها بالمبشرة وهنزل عليها في اللحمة وأقلبهم مع بعض كويس. وبعد ما بفرم كمية اللحمة بتاعتي كلها، أنا اهو كملت الكمية التانية، وهنزل بيها كلها في بولة وهغطيها بستريتش راب وهدخلها التلاجة لحد ما تتشمع كده شوية وتتبل. وبعد كده هبتدي أحشيها في العيش بتاعي وندخلها نسويها مع بعض. لو عايزين تشتغلوا بيها على طول تمام، بس انا بحب اسيب اي لحوم او فراخ في التتبيلة او بالتتبيلة بتاعتها شوية في التلاجة ترتاح، وفي نفس الوقت تتطعم كويس. تمام. هجهز بقى معايا العيش. ده عيش بلدي عادي، بجيبه وافكه من الفريزر لو متفرز، ويفضل بقى لو صابح بيبقى جميل جدا. ببتدي اشيل اول جزء فيه. تمام. بالمقص بالشكل ده، او ممكن نعمله نصاص زي ما انتوا عايزين. انا حبيت اعمل كده وكده، يعني الرغيف كله كامل، وفي نفس الوقت اعمل صوص برضو، وهوريكم بنحشيه ازاي. طبعا الحواوشي ده اذواق، في ناس بتحبه محشي كتير عامل زي قطعة البرجر كده، وفي ناس لا بتستكفى ان هي تبقى طبقة اللحمة رفيعة. فزي ما انتوا عايزين، بس زودوا شوية من جوه، خلوا الاطراف تبقى مليانة لحم، لان هو بطبيعة اللحمة عشان فيها نسبة دسم كتير فبتكش. فما تخليش اللحمة من الاطراف مش محطوطة كويس، علشان لما يستوي معايا هتلاقيه كل الاطراف دي بقت فاضية. فحاولي تزودي اللحمة في الاطراف لو انت عايزة تعملي سمك رفيع، ولو عايزة تعملي سمك تخين زي كده. انا فضلت ان اللحمة تكون كتيرة فيه، فحبيت اعمله طبقة كده كبيرة ومليانة. تمام. لو عايزة تعمليه كده، حاولي تدخلي اللحمة لاخر الرغيف، ما تخليش اي حتة فاضية فيه. تمام. انا هنا حشيت نص، وهنحشي هنا رغيف كامل بنفس الطريقة ونفس الشكل. تمام. جربي ده وجربي ده، واللي انتوا تحبوه اكتر اعتمدوه، يعني الطعم هيبقى اللحمة هنا باينة بالتوابل قوي، والرقيقة دي بتبقى مديه طعم الحواوشي بقى اللي احنا بنجيبه، مش طبقة عالية. تمام.
فانت هتجربي الاتنين واللي تفضليه اعمليه على طول. وهنجهز بقى معايا، انا هنا مرضتش احط في التتبيله بتاعه اللحمه فلفل، علشان لو في حد مش بيحب الحاجات السبايسي ممكن بقى احنا نحط الفلفل ده ايه من الوش، في وش اللحمه بعد ما تتحشي في سندوتشات هنحطها عليه. هقول لكم ازاي. هنعمل بقى تركايه كده اهوت. نجهز معايا فلفل متقطع حتت صغيره، ده فلفل حامي. هبتدي بقى هنا على وش الحواوشي اللي انا عايزه اعمله سبايسي، هبتدي احط عليه الفلفل ده على الوش من فوق اللحم. وقطعت شرايح طماطم عشان لو في حد مش بيحب الطماطم عندك ممكن برضو تعملي الطريقة دي، هتديكي جو الرفاعي بقى شوية. تمام. فانا هنا حبيت احط الطماطم والفلفل على وش اللحمة، وهنزل عليهم بالموتزاريلا او ميكس الجبن زي ما انتوا عايزين. ممكن تعملوه سادة، طبعا اللي انتوا عايزين تعملوه هنحطه في الساندوتش. فانا هنا كنت حابة انوع، عملت سادة وعملت بفلفل وطماطم وعملت بموتزاريلا معاهم، فزي ما انتوا عايزين. فالاضافات اللي هتحطوها على اللحم هتستغنوا عن اللي انتوا عايزينه وتحطوا اللي انتوا عايزينه. تمام. بعد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها الحشو بتاع الحواوشي، هنبتدي بقى نجهز معايا صاجه. انا هسويه في الفرن، لو عايزين تسووه من فوق سووه عادي براحتكم. هنا اهو بصوا الشكل، انا حبيت اعمل معاكم رغيف تاني اهو. حاطين هنا برضو طماطم وفلفل وموتزاريلا. ولو مش حابين طبعا تحطوا الاضافات دي كلها ممكن نحط رغيف بعد ما احنا حطيناه باللحمه كده بس بدون اي حاجه تاني، ونحطه ونسويه كده على طول. وممكن برضو لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي او كل الافراد طبعا في البيت هتاكل سبايسي، ممكن نحط الفلفل ده مع الفلفل اللي احنا فرمناه مع اللحمه. تمام. ونستغنى عن الموتزاريلا والشرايح الطماطم. تمام. انا هنا اتفتح مني شويه بس ما تقلقوش، لما يستوي كل ده هيبقى تمام خالص. انا جبت الصاجه بتاعه الفرن، ابتديت ادهنها زيت بسيط، مش هندهن كتير برضو لان ندي فرصه ان السندوتشات بتاعتي هتنزل نسبه دهون. يعني اللي فيها موتزاريلا الجبنه لما بتسيح بتنزل نسبه دسم، واللحمه كمان هي فيها نسبه دسم برضو هتنزل. فانا هنا هدي مسحه بسيطه للصاج، مش ملياه قوي، هو بس مدي لمعه باينه عندكم قوي لكن هو بسيط. وبدي بمشي بسيط قوي برضو بالزيت، او لو عايزه تسيحي حته سمنه وتعملي بيها تمام. بدي مسحه بسيطه بالزيت. انا هنا كنت اتلخبطت، انا المفروض بعمل الظهر الاول علشان يستوي على ظهره وبعد كده اقلبه على وشه، بس عادي يعني اي حاجه انتوا هتعملوها بيه. فالرغيف الجاي او باقي العيش كله هبتدي ادهن الظهر وبعد كده اقلبه على وشه لما يستوي. تمام. اهي دهنه هنا بسيطه قوي بالزيت، لان عايزه اقول لكم هتنزل كميه دسم اللحمه. فعادي انتوا ممكن اساسا تدهنوا يعني وش فقط، والوش التاني لما تيجوا تقلبوه هيبقى نسبة الدسم اللي موجودة في الصينية هتسويهولي تمام. فزي ما انتوا عايزين. تمام. هعمل بقى الكمية كلها وهبتديكم مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. لو الفرن حامي قوي نستكفى على 180 عشان ما يتلسعش واللحمة معايا تستوي. ورف اوسط، وهدخل معايا الصاج بتاعي لحد ما يستوي من تحت. بعد كده هقلبه على الناحية التانية وبس كده. جربوا جنبه تاكلوا بابا غنوج، هيطلع طعمه جميل جدا. تمام. هنزل لكم طريقه البابا غنوج بتاعتي اللي انا بعتمدها دايما وبتطلع جميله على القناه. او ممكن تحطوا طحينه مع شويه مخلل حلوين وبطاطس وهتاكلوا احلى حواوشي في الدنيا. يلا جربوا بطريقتي وقولي رايكم. متنسوش تعملوا لي بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.